السلام عليكم. هالفيديو تعمدت أعمله اليوم لأن رح أقرب أوصل للسنة بتنزيل فيديوهات على يوتيوب وباقي منصات التواصل الاجتماعي. صرت أحس حالي إنه لازم أستسلم لأنه ما انتشرت، ما حدا عرفني، ما صار في أي نتائج بالنسبة لإلي. يعني أنا اللي كنت متأمله كان أكبر من هيك، بس حبيت أعمل هذا الفيديو وأنزله على المنصة لحتى أذكر حالي دائما إنه أي حلم يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جنون الاستمرارية، وأنا رح عندي هالجنون، رح أضل مستمر، رح أضل أنزل حتى لو وصلت لمرحلة إنه أنا الوحيد اللي رح أتفرج على هذا الفيديو، ما حدا تاني. فاليوم بدنا نصور الفيديو إن شاء الله، بس لازم نمنتج قبل ما نطلع. فبتمنى الفيديو تبع هذا الأسبوع يعجبكم، وأكد لكم إنه أنا ما رح أستسلم أبدا أبدا أبدا. لايك، متابعة، اشتراك في القناة، ويلا نبلش. هلا نازلين لحتى نبلش شغل، عم ناكل على الدرج. خلينا نلحق لأن معنا طلب. معايا طلب عشان ألحق أروح أخذه بسرعة. وقلت حالي يعمل لي هيك سندويش على الماشي. بلاحظ تطبيقات توصيل الطعام أول ما تفتح التطبيق بيبعتوا لك طلبات دغري إنه يلا انزل اشتغل، مع إنه أحيانا بيبعتوا لك طلبات مشلخة يعني ما بتتاخذ، يعني بس إنه خلاص بدهم يجروك على الشارع إنه عشان تنزل، عشان يكون في عندهم دليفرية بالطريق. فهيك مثل تحفيز إنه يلا نزيل، حتى لو 2 يورو 3 يورو يلا احمل وانزل بسرعة. فدغري أول ما طلعت من البيت كانوا باعتين لي إياه لهذا الطلب. Bonsoir. Vous commande délivre s'il vous plaît. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci, au revoir. نروح نوصله. هاي استلمنا للطلب بسرعة. نطلع بلش، هذا أول واحد استفتاحية اليوم، وبدأ العشاء كمان الحمد لله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وهذا الطلب مو بعيد كتير، يا دوبك كيلو. المطعم اللي عند الزبون ما في كيلو تقريبا، أقل حتى كمان. بولو كوماند؟ بونجور. Bonsoir. Est-ce que l'adresse il m'a donné là-bas? Oui, non, mais c'est ici. Ah, ouais. C'est pour ça que je me mets devant. Ah oui, merci beaucoup. C'est pour vous. C'est quoi le code s'il vous plaît? 61. 61. Merci beaucoup, bon appétit. Merci. Bonne soirée. والله هالمرة محترمة. الأدرس عاطيني لازم ألف اللفة، قام لقيتها واقفة عند الباب. قالت لي إنه بالعادة إنه يمكن تعرف إنه الدليفرية كلياتهم بيلفوا لورا البيت وبيردوا يرجعوا، فاختصرت علينا الموضوع، الله يجزيها الخير. الجي بي اس العادي والجي بي اس تبعت كل الدليفرية بيضل دائما يطول علينا الطريق، بس البلدية فتحوا هذا الطريق من وقت ما عملوا تصليحات هناك، فصار الطريق علينا مختصر. يعني هنا عاطيني 2 كيلو، هو المطعم مو بعيد عني 900 متر تقريبا. فهلا بدي اروح استلم الطلب، ما بعرف اذا راح استلمه من فود ستار او من المطعم الثاني، مطعم صيني. كويس، طلع الطلب القريب هو تبع فود ستار. نفوت ناخذه هلا من المطعم، والطلب الثاني بدي الغيه، يعني ما فيني اروح لهناك بعيد، بده سياره هذا المشوار. Bonsoir. Merci chef. Merci, au revoir. هاي الطلب، شايفين الطلب الثاني ليكو هون المطعم. هلا بنعمل له هيك الغاء، لأن عن جد ما مستحيل اطلع هيك مشوار. يعني وما اعطيناك عليه يمكن تقريبا 15 كيلو، اعطيني عليه يمكن 10 يورو، يعني ما له طعم اساسا. صعب كتير تاخذ هيك طلبات. هلا هذا الطلب بعيد عني كيليين تقريبا، هلا بروح بوصله دغري. كنت بدي استلم هذا الطريق من هنا، بس ما بيمشي الحال، في العشقة وصل لورا لاخر الطريق، ما راح اقدر اساسا اوصل الطلب بسرعه. بدي تقريبا ربع ساعه اطلع من هاي الزحمه اللي هنا، انه هم بالاساس طريقين يعني ما فيك تزوغل. فاخذت هذا الطريق كلياته من هاي الحجاره، يعني لازم تحكي معاهم لحتى يمرقوك. اما السكوترات دغري بتمرق، ما بدها لا تتصل ولا شيء. شايفين اطلع هيك تك خالص. هاي مليانه بالمدينه عندنا
بس السيارات عندهم مشكله، بدهم يحكوا مع هدلون اللي بيوظفوهم البلديه لحتى تقدر تمرق، اما انك تمشي هيك ما بيخلوك. يعني والله تتصل عليهم تقول لهم والله انا دليفري، بقول لك روح دبر حالك شو دليفري. اما السكوتر خلاص دغري بيمرق ما بده شيء. شايفين الزحمه؟ والله كثير الزحمه اليوم، ولا ان اليوم يوم جمعه. يا رجل ليش وقفت؟ يا سلام يا سلام على الزغله، يا سلام على الزغله. هذا هو الحكي، هذا هو الحكي اللي عليه علامات. يقول لك الشاعر: إذا الدليفري يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. حكم أبو أحمد، حكم. يلا عاد يوم كتير زحمة، والله كتير زحمة اليوم. شوفوا تطبيق ديليسيتي بالعطلة بيرن، فهلا عم بيرن براسي. نشوف شو الطلب، محرز ولا لا، ولا طلب حلو. والله بصراحة الطلب حلو، شيء مرتب. بس بده 9 دقائق ليجهز. هاي المشكلة تبع ديليسيتي، طلبات بتتأخر. هلا راح نجرب نحن نروح نوصل هذا الطلب، إذا ما إجانا طلب تاني بنروح ناخذ تبع ديليسيتي. الآن كاتب لي، شايفين كاتب لي 8 دقائق حتى يجهز الطلب. فهلا نروح نوصل أول شيء الدليفرو، إذا ما إجانا طلب تاني بناخذ الطلب تبع ديليسيتي. بس كويس يعني ديليسيتي بعت لي هلا هيك طلب حلو. يلا روح يا حجي روح. شغلني يعني، اذا ما شغلني ديليفرو بيشغلني ديليسيتي. هاي فائده يكون عندك تطبيقات 2 يعني او 3. هو ما كثير شغال ديليسيتي اساسا، يعني بالصدفه ليرن، يعني مثل هيك عطله مطر مثلا بيرن شغال. فتح الشباك تبع البيت، فتح لي شباك البيت غالبا هذا هو. بونسوار. كومبيان؟ 9-4. ميرسي بوكو. يلا مرقي. هاي ديليفر والله بعت لي طلب. اي والله بعت لي طلب ديليفر حلو، ممتاز الطلب والله. نعمل له اكسبتي. شايفين هاي معي ديليفر وبعت لي طلب هلا، الحمد لله. يعني شغلني ديليفر هلا. بدنا نلغي تبع ديليسيتي. الشعب ضايع والدنيا زحمه كمان عشان تكمل. انك معايا. Bonsoir. Pour le délivre. C'est juste là en bas. Ah oui. Attends, je donne la carte. Merci beaucoup. 15 c'est ça. منيح طلب جاهز. Oui. C'est la 15 90 oui c'est ça. Voilà. Merci. Au revoir. هاي استلمناها هلا الطلب. الشيطان عم بيلعب براسي اخلي الطلب تبع ديليسيتي معاي اروح استلمه، لان بما انه لسه مو جاهز ما بعرف. والله لغيته للطلب ما حيمشي الحال، لان بدهم يرجعوني لورا بعدين يطلعوني لقدام، فراح يصيروا يبعثوا لي ليش لهلا ما رحت استلمت الطلب، ليش عم تبعد عن المطعم وكذا، فوجعة راس. هاي وصلت على المطعم الثاني، لكن الامور غير مبشرة على ما يبدو، في ديليفرية لعند المطعم، فغالبا الطلبات مو جاهزة. هذا كتير المطعم بطيء كتير. الحمد لله طلبي طلع جاهز دغري. عم بفتح التطبيق قام لقيت الكليون بعت لي تبس 1 يورو. صار لي يمكن شي شهر ونص ما اشم ريحته للتبس من حدا. بعتوا لنا هلا تبس الحمد لله. يلا منيح بركه مع الطلب، مع اجار الطلب حلوين. الطلب الاول والثاني قراب من بعض، بس اول واحد بعيد عني شي 4 كيلو و800 متر. هلا صرت ماشي منهن شي 2 كيلو انا. كلهم رياضيين هنا بيجوا بيركضوا هنا، بس مو بهذا الطريق، بالجنب الثاني لان في نهر هنا بيركضوا بجنب النهر. حلوه التمشايه هون والركض الصبح، لان هي هون مدينه حلوه كثير، يعني بيقولوا عنها اكثر المدن الديناميكيه. Juste prendre une photo s'il vous plaît. Le commande. Pas des tickets. Non, pas besoin le ticket, juste le numéro. Voilà, c'est bon. C'est quoi le code s'il vous plaît? 69. 69. Merci beaucoup, bon appétit. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir.
لا الطلب الثاني طلع اللي قدام شوي، يعني منيح مو بعيد الطلب الثاني كتير، ليكو هون يعني خطوتين. طلع واقف ليكو بالجنب الثاني مو بهذا الجنب. هاي الارقام تبع البنايات هنا. Bonsoir. Quoi le code s'il vous plaît? 64. Merci beaucoup, bon appétit. اكتب له 64 خلاص. ان شاء الله يجينا طلب ثاني هلا يرجعنا بعيد شوي. هلا صرت على المدينة. شوفوا قدامي في ملعب. الملاعب هنا حلاوتها انه ببلاش، بس اول شيء والاهم انك تكون انت سابق الناس، يعني انه انت جاي قبل العالم انت وجماعتك، خلاص بتقعد بتلعب بالملعب ما حدا بيحكي معك. فهاي حلاوتها الملاعب هون، يعني ما في تدفع مصاري والسوالف هاي. كانت عندنا بسوريا بدك تدفع مصاري لحتى تلعب بالملعب، ما تدفع مصاري وما بتلعب، تروح تلعب بالحجارة والبحص وتتقحوط وتاكل كتل وانت تلعب طابة، ترجع على البيت مكسة. هذا مطعم بيتزا هلا نصير نستلم منه الطلب، ان شاء الله يكون جاهز. Bonsoir. C'est 10,60. Encore 4 minutes à passer. Oui, c'est bon. 4 دقايق نستنى ما في مشكلة. هاي صار الطلب معانا 2 بيتزا. المطعم الثاني لتحت بدنا ننزل. خلينا نظبط الوضع عشان ما نخرب الدنيا. اوبا شايفين الأناقة؟ شايفين الأناقة؟ شغل فن، شغل فن. فتت على المطعم عنده عالم بلاوي، قال لي 15 دقيقة ليجهز الطلب. أنا ما خرج أستنى 15 دقيقة، نعمل له بالطلب إلغاء مباشرة ونروح نوصل الطلب اللي معنا. بس شو بدنا نساوي؟ ما في غير هذا الحل. مع إنه هيك صرت ضارب الطلب، أنا هيك ضربت الطلب كلياته، بس شو بدي أعمل؟ ما أضلني قاعد مثلا عم استناه، حرام. وبجوز ما يخلص ب15 دقيقة. هذا هو هيك حكالي من عنده، يعني عنده فوق الشي 6-7، عنده فوق الشي 5 زباين، يعني كل زبون بده تقريبا 3-4 بيتزايات غير شكل هيك. فخلينا نروح نوصل هذا الطلب، بعيد عني شي 3 كيلو. والله شي بيزعج انه تلغي هيك طلب، لانه الطلبين جايين مع بعض وبجنب بعض، يعني هلا بيكونوا شالوا لي نص السعر تبع الطلب، يعني ما بصير الطلب ما له طعم اساسا. يوم الشعب كله محشش، ما بتلاقيه غير فات قدامك. هلا في واحد فات قدامي كنت راح اخبط فيه، ولا شغال لا غماز ولا شيء، هيك دغري طحش انه يا الله يا اخي ما في حدا، لا تطلع بمرايا ولا شيء، ما بيستخدموا المرايا هنا، خلص بيعمل اكسيدان بيروح على التامين، مو فارقه معه هو. ما بيعرف انه في سكوترات بتطحبش صاحبها اللي راكبها، هو بالسياره ولا فارقه معه. Bonsoir. Pour pizza, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est les pizzas. Oui, c'est bon. Voilà ça pour vous. Et merci. C'est 54 le code. Merci beaucoup, bon appétit. Merci, bon courage. Merci, au revoir. خلاص تمام هيك الحمد لله. الله اعلم قد يبعثوا لنا، عشان بيكونوا كسحوا للسعر تبع الطلب، كسحوه كسح بيكونوا هلا. الزحمه مو طبيعيه، لك بدي اروح على هذيك اللفه اللي هناك مشان افوت على المطعم. اجاني طلب من اوتكس بدي اروح اخذه، ما انا قدران اتحرك. شوف السيارات مليانه مو طبيعي، يعني ما بكفي المطاعم عم تاخر بالطلبات وكمان عجقه. نفوت ناخذ الطلب ان شاء الله يكون جاهز. Pour Uber, pour délivrer. C'est quoi là? Ah oui peut-être. زلمة هاي شغلة السكانر غليظة كتير. وين حاطينها هاي؟ كنا هنا؟ مبينة. Pour le scanner? Oui c'est. هيك هاي طلعت بجنب الكاس. C'est 83. كسر الصك. شوف الحظ ما أحلى، انكسر الكيس.
الحظ غير شكل، الخرازة بطلت تشتغل كمان. شايفين عمك وطقس. في طلب تاني طلع بدي اخده قريب من هون ليك وهناك، بدنا نرجع على الطريق الرئيسي ونروح هيك دغري. خلينا نحط هذا الطلب هنا. شبيك يمه؟ شبيك يمه؟ طلع في عندي عراقيين قال كمان عندي بالصفحات. وهي جاني ديليسيتي. لوين هذا رايح؟ ديليسيتي بيبعت لي بس اكون مشغول. إذا بيكون لتحت ممتاز. شو هالطلب هذا هيك؟ أسعاره للديليسيتي حلوة بس ما في طلبات كثير علي، ما في شغل. المطعم بعيد. الطلب حلو سعره بس المطعم بعيد. نطفيه مشان ما يرجعولي راسي. ديليسيتي ما بيبعت لك غير وقت تكون مشغول، هيك مستلم طلب وبدك تروح تشتغل بيبعت لك انه يلا تعال اشتغل معي انت شغال. بقول له انت والله انا ما بعرف يعني اذا اطلع اشتغل معاك وما تشغلني شو راح يصير فيني؟ راح اقعد اكش دبان. بس هم عاملين عرض للدليفريه انه اي دليفري بيجيب لنا مطعم يتعاقد معنا بنعطيه 100 يورو. فالدليفريه في كثير شباب منهم عم تحاول توصلهم بمطاعم، لان الدليفريه اغلبيتها بتعرف المطاعم. الله مرقني. لا ممنوع نفوت فنمرق من هون هيك. ميرسي. منيح رضي مرقنا هذا الزلمه جابتي والله عشان ما الف اللفه هاي الطويله كلياتها. ليه ويش اليوم القمر مكتمل اليوم. يا سلام. لا والله مو مكتمل، بده شوي لسه، بكره بيكون مكتمل. تصليحات كما العاده تصليحات لا تنتهي. ميرسي اوفر. يلا نروح بلش نوصل بأول واحد بندوق عامل زحمة يا زلمة بس عشان يصف السيارة تبعه. من وصل زحمة لآخر الشارع ما عرف أن يصف السيارة. العمى يا زلمة فينا هاي العادة، ما بعرف ليش هيك. لقى صفة وقف الشارع كلياته عشان يصف. على ما يصف بسرعة على أقل من مهله بيعلن لك القلب تبعك وبيوصل العشقة لآخر الدنيا، آخر شيء لحتى تزبط معه الصف. لا وفي أحيانا كمان يبطل يصف بعد ما يكون لع قلب العالم كلياتها، يوقف يقول بطلت أصف يلا خليني أمشي. هاي أول زبون وصلت عليه لعن قريب بالمدينة. الزبون الثاني اللي بعيد شوي، بس إن شاء الله يطلع بسرعة لأن الوقفة هون مو ظابطة، في سيارات بتروح وتجي. طيب استناني لحتى أتصل فيه، أعرف كان رنيت عليه من الأول. Oui bonsoir, c'est le vrai, je suis arrivé. لا ما فلتت الكاميرا. شو هذا اللي فلت؟ والله فلت الحبل تبع الكاميرا. دقيقة خلينا نركبه. والله فلت الحبل تبع الكاميرا. اي عم فلت الحبل تبع الكاميرا. بدي اضبطه. والله مشكلة هذه مشكلة والله. يا الله. طيب بونسوار. هوب 95. Merci beaucoup bon appétit. Au revoir. يا ويلي هاي المصايب تيجي علينا شلون ما بتعرف. نركبها للهاي ونكمل توصيل. خلينا نرجع الطلب على الصك. ما بعرف ليش فكت، هاي أول مرة تفك هيك. خلينا نروح نوصل الطلب الثاني. بس الكاسك اوبا لان صار بدها مخمخة وانا اشتغل فيها. علت لي قلبي على اوبا.
مبين رنلي الماتور بده زيت. حرق مخه. ما ترن من الاول انك بدك زيت يا رجل. والله زيت على السريع قبل ما تفتح الاشاره. اني حامل معي شويه زيت، خليني عشان اتاكد انه فضي مشان اشتري بعدين. خليك سريع ومريع ويحتار عدوك فيك. شايفين فتحة الإشارات خليصتي؟ أوبا بسم الله. أنا خربطت. شو الغلطة اللي غلطناها يا زلمة؟ يحرق مخك. كان لازم أروح من الجنب الثاني. خربطت. يلا مشي الحال. منيح ما في بوليس عمل لنا مشاكل. منيح حامل الكاميرا فلت وأنا عم سلم الطلب ومو أنا سايق السكوتر. كان فتت بالحيط. هاي إذا ما وقعت مني الكاميرا كمان وطحبشت. الحمد لله. الحمد لله شغلة صغيرة خلتنا نتفادى مشكلة كبيرة. لهيك خلينا نتعلم دائما بالحياة. أي مصيبة بتصير معنا بيكون في من وراها خير. لهيك سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له. هيك كل الأمور تبعيتنا بتكون لها خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوفوا أنا سلمته للطلب. هاي واحد. اثنين أنا نسيان أشغل الكاميرا. سلمته للطلب طلع البيت مخبى بين الشجر وما انتبهت له أساسا. يا زلمة والله العظيم ما انتبهنا للكاميرا انه مو شغالة. والله العظيم مشكلة. يلا المهم سلمنا للطلب. ما لكم طول السيرة. نروح ندور على طلبات تانية. يلا بما انكم وصلتوا لهنا حاب احكي لكم كلمتين. انا والله بحبكم كتير مع انه نحن هلا قلال، بس بعدين ان شاء الله بنصير اكثر بنكون عيلة اكبر. بتعرفوا البدايات دائما صعبة، وان شاء الله ما راح استسلم باذن الله لحتى اوصل للهدف اللي بدي اياه واكثر ان شاء الله. وهون بتكون نهاية الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم لأن الشغل خف. هو الشغل بيكون فترة معينة وبعدين بيوقف. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوني من اللايك، المتابعة، دعمكم مهم كتير بالنسبة لي. السلام عليكم.